دكتورة منى، حلقتنا النهاردة اسمها ايه؟ حلقتنا النهاردة اسمها اسمعني شوفني. انا عاجبني قوي الاسم ده، لان في حاجة غريبة قوي. ممكن ان انا اكون في اوضة مليانة ناس وحاسس ان مفيش حد شايفني ولا سمعني. اولادنا بيعيشوا معانا وفي الاخر يقولوا انت مش فاهمني، انت مش سامعني، انت مش عارفني، محدش مستوعبني. محدش مستوعبني. yeah. وباي ذا واي ده برضه بيحصل بين الازواج. ده حقيقي، لأن العلاقات طبيعتها واحدة على اختلاف أشكالها، واحتياجنا لبعض دايما موجود في أيا كان شكل العلاقة، سواء أصحاب، زمايل، قرايب، جيران. عقلنا بيتطور وبيحتاج لفكرة الكونكشن أو التواصل طول الوقت. بس اكيد حاجة محبطة للاطفال ولينا ان انا اكون في وسط اعز الناس عندي واحس ان هم مش شايفيني ولا سامعيني ولا فاهميني. احنا كده عشان كده عايزين نتكلم النهاردة عن فكرة ازاي ماما وبابا يقدروا يساعدوا الأولاد ان هم يحسسوهم ان هم متشافين ومسموعين. نرجع لحكايتنا. الحكاية مش جديدة، الحكاية احنا قلناها المرة اللي فاتت، بس هنقولها النهاردة من وجهة نظر مامة سالي، مدام ريهام. احنا قلنا المرة اللي فاتت سالي كانت راجعة من المدرسة، ماما كانت بتجيبها، وبدأت تحس ان قد ايه سالي كانت متضايقة وفي حاجة مأثرة عليها. واحنا عارفين زي كل الاهل وطبيعه حياتنا النهارده كل حاجه مشغوله، ما بيبقاش في حد وراه حاجه واحده. أكيد. عاده بتبقى لسته حاجات أكيد. كتيره قوي، سواء حاجات انا لسه ما خلصتهاش محتاجه ارتب وخلصها، او حاجات جايه قدامي محتاجه اعمل حسابها. فماما كمان بدات وهي شايفه قد ايه ريهام متضايقه، مع ان ماما ملاحظه كل العلامات، لان ماما كانت شاطره واخدت بالها من ايه العلامات، بس ماما نفسها بقت في صراع، اللي هو طب اكلمها ما اكلمهاش، طب ما انا ما اقدرش اتجاهلها، طب ما هتحس ان انا ما سمعتهاش، طيب يا ترى هو ممكن يكون فعلا حصلت حاجه مهمه بالزبط. جدا في المدرسه، طب تفتكر حد ضايقها، طب تفتكر حد عمل لها حاجه. كل الافكار بتيجي في دماغ ماما، كل الافكار بتيجي في دماغ ماما، وكل المخاوف بتيجي في دماغ ماما، كل السيناريوهات على اختلاف، حد من صحابها ضايقها، حد من المدرسين ضايقها، نسيت تعمل الواجب، وكمان ماما عايزة تحل. في دايما عند الأهل أو الأب والأم دافع قوي إن احنا نتدخل ونصلح ونغير، احساس بان ده الواجب بتاعي، وفي نفس الوقت بعض الناس بتحس بالفشل ان انا مش قادر اعمل كل الحاجات المهمة دي لطفلي. وده بيحصل كتير جدا لما الأهل دايما بيحسوا إن أنا ابني ما بيكلمش معايا، أنا ابني ما بيسمعش كلامي، أنا ابني بيسمع كلام أي حد لكن أنا ما بيسمعش كلامي. ده اكتر في المراهقين او تين ايجرز، لكن الموضوع ده اكيد بدأ من سن صغير، تراكمات حصلت كتير. فمدام ريهام حست ان هي مش قادرة توصل لبنتها، خايفة عليها، افكار كتير في دماغها، الكلام اللي هي بتتكلمه واصل لبنتها او مش واصل، يا ترى بنتي حست بيا، يا ترى انا حسيت بيها، لان الموضوع كله حقيقي معقد. ده حقيقي، لأن في طرفين في الموضوع، وفي مخ عندنا هنا برضو، والمخ ده برضو امسكه تاني معقد. فانا لو فتحته كده في الوسط، فصلت الفصين عن بعض، هاجي هنا ارجع للي قلناه قبل كده. عندنا الليمبيك سيستم في المنطقة ديت، في المشاعر، في الاحساس بالجسم، في الاحساس باطرافي، كل ده بيكون. وعشان اتكلم، عشان احول ده لمشاعر، بيروح للبريفرونتال كورتكس تقريبا هنا، بحدد مشاعري، عايز احولها لكلام، يروح هنا الحتة اسمها فيرنكس، بتسمع، بتحول الكلام ده لعضلات، تروح للحنجرة، تبدأ الحنجرة تتحرك والأحبال الصوتية تتحرك، تعمل موجات، تروح للودن، الودن تسمعها، ترجع هنا توصل للشخص التاني. بس كمان بتوصل لي أنا في حتة هنا اسمها بروكس اريا، تبدأ تفهم معنى الكلام، بس بتفهمه ازاي؟ يمكن مش بالظبط زي ما اتقال. ده لو احنا كمان مش مركزين، ده احنا لو مركزين، لو مش مركزين الموضوع متلخبط اكتر. بالظبط. بس انا بسمع، العواطف داخله، البريفرونتال كورتكس داخل، الخبرات القديمه داخله، وبتكون مفهوم جديد للي بيحصل حواليا. ودي حاجة بنسمعها بنعملها كل يوم، يعني بالزبط. احنا بنسمع بعض وبنتكلم مع بعض كل يوم، بس هي نفسها وظيفة معقدة جدا ما بين شخصين،
بالظبط. والوظيفة المعقدة دي علشان بيتم في أدوار كتيرة جدا لمراكز كتيرة جدا، في حاجات كتيرة جدا ممكن تحصل غلط، وخصوصا لما يكون المشاعر قوية. فاكر لما قلنا أن في الجزء الإداري في العقل والجزء البدائي بالظبط. وعادة لما الجزء البدائي بيكون في فيضان من المشاعر، اللي بيحصل ان اتصالنا بالجزء الواعي للعقل او الاداري ما بيبقاش منفصل. مثالي او ما بيبقاش موجود. ف ان احنا نتواصل مع بعض وقت ما تكون في خلاف او وقت ما يكون في مشاعر مش ملكة او قدرة موجودة عند كل الناس، وحاجة محتاجة ان احنا نعلمها للاولاد. ده حقيقي. بس في حاجة انا وانت كنا بنتكلم فيها قبل الحلقة، اللي هي السيركل اوف سيكيورتي او مساحة الامان. دي حاجة مهمة في التواصل. دي حاجة مهمة في التواصل، بالذات في المراحل الأولى من حياة الأطفال، لأن الأطفال بتبقى جنة الأمان بتاعتهم بابا وماما، وجنة الأمان دي بتبقى فيها جزئين. الجزء اللي هو فيه اكسايتمنت أو أنا مثار أو مبسوط أو سعيد أو متحمس لحاجة، أنا رحت اكتشفت حاجة أو لقيت حاجة وجاي مبسوط جدا، بقول ماما شوفي الرسمة بتاعتي، أو جاي أقول لماما بصي أنا لقيت الحشرة ديت، شايفة ألوانها عاملة إزاي. مهم في اللحظات دي فكرة المشاركة، لأن الأولاد بتبقى عايزة تشارك، وفي نفس والأوقات التانية اللي الأولاد بيبقوا فعلا محتاجين يشاركوا فيها، إن هم بيروحوا برضو بيبعدوا ويكتشفوا العالم، ولما بتحصل حاجة بيقع يتعور، حد بيضربه، هيجري على مين؟ هيجري على ماما أو بابا. هيجري على ماما أو بابا أو جنة الأمان أو الشخص اللي هيقدر يساعده إنه ينظم المشاعر دي ويعبر عنها. والغريب قوي، مش في كل الأحيان بس في أحيان كتير قوي، لو الطفل بعد عن ماما واتعور في ايده او وقع، الغريب قوي ما بيبدأش يعيط غير لما يرجع لمامته ويشوفها ويبدأ لا بصي اللي حصل، ويبدأ يعيط لأن بدأ يشعر بالأمان. لو الطفل ما شعرش بالأمان، قدرته ان يعبر عن نفسه بتقل. بس الأخطر من كده في الحلقة بتاعتنا النهاردة، بيحس ان محدش شايفه، محدش سامعه، محدش فاهمه، وده يكبر معاه ويتعقد اكتر مع والحقيقه ان ده بيعمل مشاكل كتير او خلل في استيعابه للعلاقات والجنه الامان. ازاي العلاقات دي ممكن توفر له الامان او الرعايه او المشاركه او حتى ان هو يرتب مشاعره وقت ما بيكون في ضيقه او تعب. بالظبط. فده مهم جدا. لان حاجه كمان اتعلمتها، علشان يبقى عندي اسره سعيده لازم استحمل واتاقلم مع كتير من المشاعر غير السعيدة. ده حقيقي لأسباب كتيرة جدا. ان اولا الاولاد هيختبروا اوقات كتيرة جدا من القلق والتوتر، لان هم لسه بيتعلموا الدنيا وبيكتشفوها، والاولاد هيكتشفوا هيختبروا كتير من خيبة الامل. بالظبط. ولازم ابقى عارف ان انا هقعد مع جزء كبير من خيبة الامل علشان هو كمان يحاول يتعلم ازاي يتعامل مع ده. يعني أولاد بتتعلم رقم 1 عن طريق الموديلنج، إنه بالزبط. بيشوف حاجة فبيقلدها. لو بابا بيتعصب فبيشوط أو بيخبط أو بيرزع أو بيغلط في الناس اللي حواليه، في الغالب مهما إحنا وعظناه إنه يتصرف كويس هيقلد الحاجة اللي بيشوفها مش الحاجة اللي بيسمعها. ده رائع. لأن أنا دايما بحلم إن أولادي كل المشاعر اللي بيدهاني مشاعر إيجابية وسعيدة، لكن الحقيقة ان قدرتي على استيعاب المشاعر السلبية والغير سعيدة هو اللي هيخليهم سعداء بعد كده، وهو اللي هيعلمهم كمان ازاي يتعاملوا مع مشاعرهم. يعني احنا لو رجعنا قلنا الاستراتيجيات عن طريق الحدوتة بتاعت سالي ومدام ريهام، احنا قلنا المرة اللي فاتت واحدة من الطرق اللي ممكن تساعدها سالي انها تعبر عن نفسها عن طريق المشاعر. بس النهاردة عايزين نقول استراتيجية جديدة ازاي نقدر نساعد اولادنا ان هم يحسوا ان احنا سامعينهم وشايفينهم ومتفاعلين معاهم في اللحظة. وهي دي الاستراتيجية بتاعتنا النهاردة، اسمعني وشوفني. والاستراتيجية دي بتبدأ ب4 ألف عشان نسهلها. خليني أقولهم الأول: أسمع، أستوعب، أسميها، أحلم معها. أوكي. أسمع، أستوعب، أسميها، أحلم معها. ايه رأيك ناخد كل واحدة فيهم؟ ازاي اسمع؟ ودي نقطة مهمة جدا في كل اشكال العلاقات وخصوصا مع الاطفال الصغيرين، ان انا ما اقولوش ها انا سامعاك وانا ماسكة الموبايل او قاعدة ببعت ايميل، لا، ابص له، اركز معاه، انقل جسمي كله ناحيته.
ها انا سامعاك قولي، او حتى انا سامعاك هاي يا حبيبي عايز ايه، في ايه، حتى من غير ما هبدا اسال، مجرد ان انا بنقل اهتمامي، ببص في مستواه، بحرك جسمي ناحيته، ببدا حتى اقلد ولو بشكل بسيط ملامح وشه بالظبط. ولغه جسمه. بصي يا منى، انا عاجبني قوي كلامك ان احنا نكون في مستوى اللي بيتكلم. من الخلافات الزوجيه اللي جات لي في العياده حاجه غريبه، ان الزوج كان طويل قوي والزوجه اقصر منه، وكل ما يجي يتكلم معاها يقف، فيبقى زي البرج فوقيها، وهي تحس ان هي ايه، صغيره، وان هو بيكلمها بفوقيه رغم انه ما كانش يقصد كده. فعجبني قوي في كلامك ازاي ان احنا نكون في نفس مستوى الاطفال، حتى الازواج والزوجات لما نيجي نسمع ندي الانتباه لبعض. وكفايه جدا وانا بسمعه اقول له ياه فعلا، في اهتمام، بدون ما استجوبه، بدون اسئله كتيره، علشان يحس ان هو دي قصته هو. واللي كنا بنتكلم فيه انا وانتي برضو، بدون ما ازود العبء عليه. انا اسمع مش ابدا اجاوب. يا نهار، انت عملت كده ليه؟ وايه اللي حصل؟ تفتكر انت لو اي حد جاوبك بالطريقه دي مش هتحس ان انا دلوقتي كمان نقلت لك احساس سلبي، احساس سلبي؟ فانا بدل ما انا كنت خايف من القصه او الحدوته اللي انا جاي بيها، انا دلوقتي خايف عليك وخايف على الحدوته اللي انا جاي بيها. ارجع لحكايه سالي. لو ماما بدل ما تسمع بدات تجاوب، انا قلت لك ما تلعبيش معاها ابدا، البنت دي من النهارده ما تكلمهاش مثلا، سالي تبدا تفكر انا ما كنتش عايز الموضوع يوصل لدرجاتي، ودلوقتي دينا دي صاحبتي، ازاي ان انا اتفاداها؟ دي بقت مشكله كبيره. انا من الافضل في المستقبل ما اتكلمش مع ماما في الحاجات دي. والمشكله كمان ان انا محتاجه اهدي ماما كمان اتعصبت دلوقتي، مش بقيت بالزبط. انا بس زعلانه، كمان ماما بقت عصبيه. المشكله بقت مشكلتين والعبء بقى عبئين. والاول حاجه التانية، الناحيه التانية من الموضوع هي هو كده موضوع بسيط اللي هو ان انا لا ان انا انفعل قوي مع الموضوع، ولا ان انا ما اديلوش اي اهميه او احاول اتجاهل. التوازن في التفاعل. فاسمع. تاني واحده استوعب. كتير من اللي انا بقابله ان الاهالي بيقولوا انا كنت سامع، والطفل يقول لا انت ما سمعتنيش. وانا هرجع للازواج تاني. كتير من الازواج والزوجات يقولوا ايه، زوجي عمره ما فهمني، زوجتي عمرها ما فهمتني. جزء من استوعب، ودي طريقه سهله ان انا اعيد للطفل او اعيد لزوجتي او لزوجي اللي اتقال. يعني ارجع لحكايه سالي، يعني انت زعلانه عشان دينا لما وقعتي ضحكت عليكي؟ اه صح ضحكت عليا. اعيد اللي الطفل قاله. ولا مجرد ان ماما تقول لها ياه دي فعلا حاجه تضايق، بالظبط، غير خالص لما تقول لها خلاص مش انتي ما تعورتيش، مش مشكله، ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه. هي ماما ما وافقتش ان دينا لازم تتضايق، بس وافقت ووثقت فكره ان دي مشاعر دينا، وده المهم ايا كان السبب. لو انا مسكت في السبب وقعدت اتحدى فكره هو صح او غلط وتجاهلت في المشاعر، مش هيحس الطفل ان هو حد استوعبه. انا وانتي اتكلمنا في حاجه يمكن صعبه شويه. لما حد من الاطفال يقول انا بكره جده عشان جده زعق له، بيبقى عندك مشكله كمان انك ازاي طفل يقول كده. فاحنا هنخش كمان في باور ستراجل او صراع مين ليه سلطه في ايه اللي بيحصل. بس انا مش عايز اقول لابني ان صح ان يكره جده، بس في نفس الوقت عايز اقول له انا حاسس بيك. جميل. ممكن تقول له ايه؟ انا شايف انك انت زعلان من جده عشان قلت واضح لي انك غضبان من جده، واديله مساحه. يعني حتى اديله، ممكن واضح انك غضبان من جده، هبص الاقيه بدا يحكي لي جده عمل ايه ونتكلم مع بعض وخلقت حوار، وتاني ساعدته ان هو يحس انه مسموع. بالظبط. فدي فكره ان انا اوثق مشاعره او ان انا اتعاطف معاه. وده ينقلنا لثالث نقطه اسميها. احنا اتكلمنا قبل كده على تسميها وسيطر عليها. ايه رايك ازاي اسميها؟ زي ما قلنا بالظبط في مثال، واضح انك غضبان من جده، انا سميت المشاعر غضب، سميت الغضب، لا انا وافقت على انه بيكره جده ولا رفضته. السبب نفسه انا مش لازم اوافق او ارفض عليه، انا بوافق وبوثق المشاعر. دايما ناخد جانب المشاعر. في حكايه سالي، انا شايفه انك انت حزينه زعلانه،
اتكسفتي لما صاحبتك ضحكت عليكي، فاساعد ابني ان انا اسمي المشاعر، واخر جزء منها احلم معاه. ايه رايك في موضوع احلم معاه؟ يمكن مش واضحه، ممكن نوضحها. يعني ايه احلم معاه؟ هي احلم معاه فيها فكرة ان انا مش لازم، لو انا مش هقدر ادي ابني الحاجة دي، ان انا اقعد افسر واحكم وابرر. هي فكرة ان هو لو انا شايفة انه بيطلب طلب كبير اديهوله ولو في الحلم. جميل. بمعنى هندي مثال علشان الاستراتيجية نفسها تبقى اوضح شوية. هو دخل وقال لك انا عايز اجيب 10 عربيات، وانا شايفه ان طلبه ده مبالغ فيه جدا اصلا، وفي الغالب هو عنده 10 في البيت. بس هو فعلا عايز ال10، والاطفال الصغيرين بيبقى عندهم مشكله كبيره قوي انه يحدد الفرق ما بين بالزبط. انا عايز وانا محتاج. فلو دخلنا في مناقشه مع طفل بيقولك انا عايز 10 عربيات، خسرانه. تعال نفكر. احلم احلى عربيه يبقى شكلها ايه؟ لونها ايه؟ حلو، هنفكر مع بعض او هنحلم مع بعض. احلى عربيه في الدنيا هيبقى كبيره قوي. تحب كبيره قد ايه؟ قد عربيتك. طب ايه رايك اجيب لك عربيه اكبر من عربيتي؟ واو، وتكون سريعه. ايه رايك لو احنا نقدر نجيب عربيه اسرع عربيه في الدنيا، اسرع من الصاروخ؟ حلوه الفكره دي. خلاص تعالى نرسم مع بعض ونحلم ان احنا هنجيب عربيه كبيره قوي اسرع من الصاروخ. بس انت عارف دلوقتي انت عندك عربيات كتير كفايه هنلعب بيهم، بس خلينا نحلم مع بعض ازاي نجيب عربيه كبيره قوي 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 اسرع من الصاروخ تطلع للقمر في دقيقتين. في دقيقتين. احنا حولناها لحلم، واولادنا اذكياء. هو مش هيجي يقول انا هعمل عربيه تطلع القمر، هو استمتع باللعبه معايا، بالحلم، بالتواصل. بقى في تواصل بينا وبقى في حلم. وبعد كده ممكن احنا نصحح الافكار دي بعدين. فالاستراتيجيه بتاعتي مهمه قوي قوي ان اولادنا يعرفوا ان احنا سامعينهم وشايفينهم كبني ادمين، مش كأي حاجة تانية موجودة. احنا النهاردة اتكلمنا عن اسمعني وشوفني، وقلنا استراتيجية فيها 4 كلمات بتبدأ بحرف الألف: أسمع، أستوعب، أسميها، أحلم معاه. نشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة. حلقة النهاردة اسمعني وشوفني. احنا قلنا ان اولادنا وبناتنا بيحبوا لما يكونوا مضطربين او حتى فرحانين ان احنا نسمعهم كويس ونشوفهم زي ما هم. علشان اسمع وافهم حد محتاج ودني تستقبل الكلام اللي بيتحول لذبذبات ويدخل الفيرنكس اريا في المخ، بعدين بتتركب على المشاعر في الليمبيك سيستم، والوعي والادراك في البريفرونتال اريا، بعدين افكاري بتتحول للغه منطوقه عن طريق الكورتكس اريا. عملية التواصل الفعال عملية معقدة، علشان كده تواصلنا مع أولادنا محتاج فهم وصبر وتدريب. استراتيجية النهاردة بتبدأ ب4 ألف. الألف الأولى اسمع، يعني أسمع أولادي بانتباه وحط عيني في عينيه عشان يعرف إن أنا معاه. الألف التانية استوعب، وهو بيكلم أحسسه إن أنا مستوعب كلامه، أقول حاجات لك فهمك، شايف، سامع. الألف الثالثة أعطيها اسم، أسمي المشاعر بتاعته عشان يعرف يسميها ويسيطر عليها. الألف الرابعة أحلم معاه، كنت أتمنى أعمل لك كذا وكذا زي ما أنت عايز. باختصار بجريه في الحلم من غير وعود كذابة.